كبرت بدون أب وحرمت من الدراسة وطفولتها كانت كتير صعبة. المشهور الخامس اللي رح نحكي عنه ضمن سلسلة مشاهير بلشوا من الصفر ووصلوا للشهرة هي قمر الطائي. ولدت قمر طائي بسوريا بعد ما اجت أمها من العراق بسبب الظروف هنيك، والقدر قرر إنه يخطف والدها منها وهي لساتها بعمر 3 شهور. ربتها أمها وكانت بمثابة الأب والأخ والسند إلها. فقدان الأب أثر كتير كتير على قمر وعلى شخصيتها، واللي لحد الآن منشوفه قديه مأثر، مع إنه أمها كانت تحاول تعوض هذا الفراغ كتير حتى إنها ما تزوجت لحتى تربي قمر وتكون سند إلها بالحياة. حتى خبرتها إنه أبوها مسافر. ليوم من الأيام رجعت قمر من المدرسة بعد ما سألوها رفقاتها وين أبوكي، فخبرتهم إنه مسافر. فسألت أمها إمتى بيرجع بابا، فحكت لها إنه بابا بالجنة وما بيرجع. وقتها قمر بكت كتير كتير وهذا اليوم ما بتنساه بحياتها. حكت بكذا مرة إنه هي شعور الأب ما بتعرف شو هو. قررت قمر هي وعائلتها ينتقلوا من سوريا لتركيا ودرست ابتدائي ولكن بسبب عدم الاستقرار وعدم الجلوس ببلد واحد قررت قمر إنه تترك دراستها وهي لساتها بعمر صغير. بعمر 8 سنوات بلشت قمر تصور فيديوهات لأنها كانت تتابع نور ستارز ونارين بيوتي وتحلم تصير مثلهم. وبعدها فاتت على فريق نورمار وصارت تصور معهم فيديوهات، بس صارت معهم العديد من المشاكل، لهيك قررت تترك فريق نورمار وهون قررت تكمل حياتها وتبني اسم قمر الطائي بذات نفسها وتعتمد على حالها. فيديو ورا فيديو المتابعين حبوا قمر كتير وصار إلها شعبية كتير كبيرة، وصارت تحقق أرقام ومشاهدات عالية وتتعامل مع براندات عالمية، واليوم اسم قمر كتير مشهور. وحاليا قمر مستقرة بدبي وهي إنسانة كتير مستقلة ماديا وبتصرف على عائلتها وما بتخليهم يحتاجوا شي. قمر من الطفولة صعبة لأشهر المشاهير، من طفولة صعبة لشخصية كتير قوية وصلبة وحاربت كل ظروف الحياة يلي تعرضت لها. بالنسبة إلي من أكتر قصص المشاهير وممكن بس يلي نسمع لفتتني بقصتها هي تأثر على كتير من العديد من الشباب والصبايا يلي بعمرها أو أصغر بدون مساعدة حدا. وهي القصة ملهمة لكتير من الشباب والصبايا. خبروني رأيكم أنتو واكتبوا لي بالتعليقات مين المشهور يلي حابين نحكي عنه بالفيديو الجاي.